لماذا ميسي لا يرتدي الملابس الفاخرة أبداً؟ على عكس رونالدو أو نيمار، لا يظهر ليونيل ميسي أبداً مرتدياً ملابس من علامات تجارية فاخرة للغاية، لا لويس فويتون ولا غوتشي. ولكن لماذا؟ على عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، يفضل ميسي المظهر المريح: قميص أساسي، جينز بسيط، حذاء رياضي كلاسيكي. ومن المعروف عن ميسي أنه شخص متواضع وحكيم، وأسلوبه في ارتداء الملابس يعكس شخصيته تماماً. حتى بعد أن أصبح مليارديراً، لا يزال يحتفظ بعاداته، ويفضل أن يشعر بالراحة بدلاً من اتباع الاتجاهات. رونالدو يستعرض رفاهيته، ونيمار كذلك، لكن ميسي حسابه البنكي يتحدث عنه. لا يحتاج إلى عرض ملابس باهظة الثمن لإثبات نجاحه. مع ثروة تقدر بأكثر من 600 مليون يورو، يمكنه أن يرتدي جميع العلامات التجارية في العالم، لكن هذا ليس أسلوبه. تمنحه شركة أديداس عشرات الملايين كل عام لتمثيلها، ونتيجة لذلك فهو يرتدي هذه العلامة التجارية فقط. لقد أثبت أنه يمكن أن يكون أسطورة دون إظهار ثروته في كل مكان. هل تفضل أسلوب ميسي أم أسلوب كريستيانو رونالدو؟ أخبرني في التعليقات.